كفاية حفظ قواعد بقى. لو فاكر إنك أنت لازم تحفظ كل الجرامر اللي في الإنجليزي عشان تتكلم بطلاقة، فأحب أقول لك إن أنت غلطان، والفيديو ده معمول مخصوص علشان يغير تفكيرك. أول حاجة، السر الحقيقي ورا الناس اللي بتتكلم إنجليزي كويس جدا من غير ما تحفظ أي قواعد. تاني حاجة، الطريقة اللي الأطفال نفسهم بيتعلموا بيها أي لغة. تلاتة، خطوات عملية هتخليك تبدأ تتكلم حتى لو كان مستواك صفر. أربعة، هنطبق مع بعض بالفعل وهنتعلم جمل جديدة تستخدمها في حياتك اليومية. وعشان كده تابع الفيديو ده للآخر عشان هيغير طريقتك في تعلم الإنجليزي من الأساس. وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. عزيزي الواتشر، عزيزتي الواتشراي، أنا فيروز الجندي English Language Coach. درست لأكتر من 90,000 طالب حوالين العالم، وأنا هنا عشان أساعدك تتكلم إنجليزي أحسن في وقت أقل. خليني أفاجئك، في الحقيقة إن في ناس كتير بتتكلم إنجليزي كويس جدا من غير ما يبقوا عارفين الفرق ما بين الباست بيرفكت والبريزنت بيرفكت. إزاي؟ وإيه السر اللي بيخليهم يتكلموا كويس من غير ما يبقوا عارفين كل القواعد دي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. لو عايزة أقول هم لازم يروحوا المدرسة، بس أنت هتقف تفكر، هقول هات ولا هاز جو؟ طب هو المستقبل بتاع جو إيه أساسا؟ النتيجة هنا إنك هتفضل ساكت، أو هتبدأ تتكلم بجمل قصيرة ومكسرة، أو تتوتر وتحس إن أنت عمرك ما هتوصل للطلاقة مهما ذاكرت. I have a meeting in the morning, then I have some emails to answer. Later I'll go to the office and maybe go for a coffee break. busy but normal. السر عزيزي الواتشر، عزيزتي الواتشراية، هو الchunks. الطفل لما بيتعلم يتكلم، هل بيذاكر القواعد الأول؟ لأ، هو بيسمع وبيقلد ويكرر، وبعد فترة تلاقيه هو بدأ يتكلم منه لنفسه بمنتهى الطلاقة وبدون تفكير. نفس الفكرة هتنطبق عليك لما تيجي تتعلم لغة جديدة، لكن الفرق إنك أنت هتحتاج إنك تتعرض للغة بشكل منظم. طب إزاي ممكن نعمل حاجة زي كده؟ هقول لك على 4 خطوات منظمين مترتبين هيساعدوك إنك توصل للطلاقة اللي أنت عايزها في الإنجليزي. 1، ركز على الchunks مش على القواعد. بدل ما تحفظ قواعد، احفظ جمل كاملة تستخدمها في الحياة اليومية. هديك مثال، بدل ما تحفظ تصريفات جو، احفظ جملة على بعضها. I have to go to work every day. I went to the mall yesterday. I'm going to travel next week. جرب كده. لو عايز تقول أنا هروح الجيم بكرة، ممكن تقولها إزاي؟ خد كام ثانية كده وفكر. جاهز؟ هقول لك أنا I'm going to the gym tomorrow. شايف؟ مش محتاجين نحفظ قواعد، حفظنا جملة على بعضها وأدت الغرض. وكل ما تزود الجمل الجاهزة دي، كل ما دماغك هتربط ما بين الجمل والإنجليزي بشكل أسرع. بس الأهم إنك تحفظ الجمل المهمة اللي فعلا هتستخدمها في حياتك اليومية، مش أي جمل وخلاص. لازم تختار صح علشان ما تضيعش وقتك وطاقتك في حاجات أنت مش هتستخدمها أساسا. تاني حاجة، الشادوينج. اسمع كتير وقلد. اتفرج على أفلام وثائقية، برامج، بودكاست، اسمع مدربين بيدرسوا إنجليزي بشكل كويس. بس الأهم إنك تقلد نطق الجمل دي زي ما هي، بعد طبعا لما تسمعها أكتر من مرة. الطريقة دي اسمها طريقة الشادوينج، والطريقة دي لا غنى عنها في تعلم الإنجليزي. So you said. So you said. So you said. So you said. Stop beating a dead horse. 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 يلا بقى انت عليك الدور انك انت تجرب. Stop harping on that subject. Stop harping on that subject. You sound like a broken record. You sound like a broken record. صح، برافو عليك. Stop harping on that subject. حاول تكرر الجمل بصوت عالي علشان لسانك يتعود على النطق، وتتعلم نطق الكلمات اللي بتنطقها صح حتى لو كانت الأكسنت مش أحسن حاجة. كمل عادي وتدرب، ومع الوقت هتيجي. 3، اتكلم إنجليزي كل يوم. أتكلم فين يا فيروز؟ لا بقابل أمريكان ولا أعرف حد بيتكلم إنجليزي. عايزاك أول ما تصحى من النوم، أول 5 دقايق تعمل اللي أنا هقولك عليه بالظبط. امسك تليفونك وفكر نفسك انت وراك ايه النهارده تعمله بس بالانجليزي. افتح الشات اللي انت بتكلم نفسك فيه على طول، بتبعت لنفسك لينكات وعمرك ما فتحتها، والفويس اللي هتبعته لنفسك ده انا عارفه انه مش هيتفتح، بس على الاقل هتتعود انك تتكلم انجليزي كل يوم زي ما انا هعمل دلوقتي كده. Today I'll reply to my students messages, work on a new chapter of my new English book, and maybe record a TikTok video about pronunciation. I also have 2 speaking sessions, review my conversation course, and plan content for next week. وبالليل برضو تعالى قول لنفسك خلصت ايه وما خلصتش ايه بنفس الطريقة. وبكده مشكلة انك تتكلم مع مين المفروض ان هي تكون اتحلت. لو عندكش حد تتكلم معاه، سجل بصوتك، او ممكن انك تستخدم ابلكيشنز تبدأ تتكلم مع ناس حقيقيين. حتى لو اتكلمت في البداية ببطء،
مع التعود والممارسة هتلاقي نفسك بتتكلم بشكل أسرع. 4. تقبل الأخطاء وكمل عادي. لو فضلت خايف تغلط مش هتتكلم أبدا. على فكرة الأجانب نفسهم بيغلطوا في الجرامر وعمر ده ما منعهم من الكلام. الطلاقة مش معناها أبدا إنك تتكلم بدون غلطات. الطلاقة معناها إنك تتكلم وتتواصل بسهولة حتى لو غلطت. أهم حاجة اللي قدامك يفهم اللي أنت تقصده بالظبط. لو عايز تعرف أصلا النطق بتاعك حلو ولا لأ ممكن تستخدم أي تول مجانية زي pronunciation checker اللي موجود أونلاين. استخدامها سهل جدا. هتفتحه هتسجل مقطع بصوتك هترفعه له ويقول لك أنت نطقت صح ولا لأ. تعالوا نجرب نشوف كلمتين غلط مع بعض. Today I will prepare slides for my upcoming English webinar. Find a new YouTube video on daily expressions and brainstorm ideas for my next course. غلطت فيها باينة عندك معلمها لك بالأحمر، معناها إن أنت محتاج إن أنت تتدرب عليها أكتر. الخلاصة لو عايز تتكلم بطلاقة ركز على الجمل الجاهزة الchunks، اسمع كتير، قلد، اتكلم حتى لو غلطت. لو استفدت من الفيديو واقتنعت بكلامي فأعتقد هتكون محتاج تبدأ تتدرب. وعايز شيت مجاني فيه 30 expression مفيدين ومهمين جدا في الحياة تقدر تستخدمهم كل يوم. اكتب لي في الكومنتس عايز اتكلم بطلاقه وانا هبعته لك فورا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير عشان تساعد غيرك يتكلم بالطريقه صح. اشوفك المره اللي جايه.